مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة بقى الوصفة بتاعتنا للناس الرايقين اللي بيحبوا التجديد، عشاق التجديد. هتلاقوا الوصفة دي مناسبة ليكوا. لو زهقانين من معظم اللي متعودين عليه، تعالوا شوفوا الوصفة دي. التشيكن ميت بول المسمى الرسمي ليها، او كرات الدجاج بالصوص البني والموتزاريلا. اكلة لذيذة. تعالوا يلا نبتدي. اول حاجة هحتاجها صدور دجاج مفرومة في الكبة، ده نص كيلو من صدور الدجاج المفرومة، عليهم بصلتين مفرومين برضو في الكبة، وهنقطع 3 بصلات كبار كده على جنب. تقطيعة الجوليان. هنا انا تبلت الكفتة بتاعتي او كرات الدجاج، هكتب لكم في الوصف كل البهارات اللي انا استخدمتها في الوصفة. نزلت بمعلقتين زيت على كفتة الدجاج بتاعتي، وبعد كده عجنتها بايدي كويس جدا. اهم حاجة اتأكد ان البهارات والبصل اتغلفها كلها. انا هنا في الخطوة دي نسيت حاجة مهمة، معلقتين بقسماط لعجينة كفتة الدجاج. وزي ما بقول لكم هفضل اعجن لحد ما اتأكد ان كله اتناغم مع بعضه. هبتدي اكور كرات الكفتة بتاعتي كلهم على قد ما اقدر بحجم واحد. الاكلة دي مشهورة باسم الميت بولز، لان هي بيعملوها بنفس الشكل ده، الشكل التقليدي بتاعها، الكرات المدورة، بس بيعملوها كمان اصغر من كده. طاسة سخنة وحطيت معلقتين زيت، ونزلت بكرات الكفتة وسبتها خالص لحد ما تتشوح وتاخد اللون الحلو. وقلبتها زي ما في الاول كده، سبتها خالص لحد ما تاخد التشويحة الظريفة وعلى الناحية التانية. وبعد كده شلتها من الطاسة. هنزل بقى بنفس الطاسة اللي فيها بهاريز الكفتة مع الزيت، هنزل عليهم بالبصل المتقطع جوليان. والخطوة دي هتاخد معانا وقت شوية. هنحط معلقة سكر كبيرة، وهفضل اقلب اقلب. انا هنا عايزة البصل يتكرمل معايا، يدي اللون البني الجميل، لان هو اللي هيديني وهيضيف لي للوصفة طعم وشكل. بس زي ما بقول لكم هتاخد الخطوة دي معايا شوية وقت، ان انا افضل اقلب البصل لحد ما ياخد اللون الظريف ده. وهنزل بمعلقة دقيق وكوباية من مرقة الدجاج، اي نوع مرقة عندنا، لحمة او فراخ، اللي متواجد عندكم عموما. وبعد كده هظبط بقى الملح، هنزل بمعلقة ملح وفلفل اظبط طعم الصوص، وهنزل بالكرات الكفتة وهسيبهم يغلوا غلوة كويسة حوالي 10 دقايق كده. اتأكد ان هي غلت وبكبكت، واول ما تبكبك معايا بالشكل ده هعرف ان خلاص الوصفة بتاعتي كده انتهت. كتير بيكتفوا بيها كده جنب رز ابيض او مكرونة، بتبقى لذيذة جدا. بس انا حبيت ان انا اديها تاتش واحليها اكتر واكتر بشوية موتزاريلا كده من على الوش. بعد ما غلت طفيت عليها، وبعد كده نقلتها في سيرفيس بايركس ودخلتها الفرن تاخد وش حلو، الجبنة تسيح معايا. ما خدتش طبعا 10 دقايق على الشواية وطلعت. وزينتها بشوية بقدونس، مش قادرة اوصف لكم جمالها ولذاذتها. لو جربتوها بجد مش هتندموا، لان هي اصلا وجبة يعني بتتعمل في احسن المطاعم ومشهورة جدا، وكمان مختلفة عن الاكل التقليدي. يلا جربيها واعمليها لهم في البيت وبهريهم بيها. وطبعا لانه في البيت هيبقى احلى بكتير من المطاعم. يلا اكتبوا لي في التعليقات الوصفة دي عجبتكم قد ايه، وايه اللي تحبوا تشوفوه الفترة الجاية على القناة من وصفات سهلة وبسيطة وسريعة وبدون تعقيد اقدر اقدمها لكم. كنت معاكم هبة احمد من قناة ايتنج شو بالعربي. لو عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل وصفاتي اول باول. ما تنسوش تفعلوا الجرس. اشوفكم في وصفة جديدة.